مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، سعيدة بلقياكم في نشرة الأخبار هاته، وهذا أبرز عنوانها: أمن كازا يطيح بقاصر متورط في جريمة قتل مروعة. قبل ما نبداو ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلوا بجديد أخبارنا المغربية إليكم. التفاصيل: تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة آمن البرنوسي بمدينة الدار البيضاء بناء على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف قاصر يبلغ من العمر 17 سنة للاشتباه في تورطه بقضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي للموت والسرقة. وحسب المعطيات الأولية للبحث، لقد أقدم القاصر المشتبه فيه على تعريض الضحية لاعتداء جسدي مفضي للموت بمنطقة البرنوسي بمدينة الدار البيضاء، وذلك لأسباب وخلفيات تعكف الأبحاث على تحديد الهوية التي يشتبه في أنها تتعلق بعلاقة مشبوهة. ولقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بداخل ورش للبناء بحي السالمية بمدينة الدار البيضاء، حيث تم العثور عليه وعلى حقيبة وهاتف محمول ومجموعة من المتعلقات الشخصية التي يشتبه بأنها قد قام بسرقتها من الضحية. وتم الاحتفاظ بالمشتبه به القاصر تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الدوافع والخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. والسلام عليكم.